ترحيب خليجي إسلامي دولي كبير لإعلان عمان انضمامها للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، واستبشار خليجي خاص بالحدث كونه يعبر عن تلاحم دول مجلس التعاون الخليجي وتكاتفها في مواجهة التهديدات الإرهابية في إطار جماعي، ناهيك عن الرسائل السياسية الأخرى التي يحملها الإعلان وتوقيته وتبيانه حرص مسقط على وحدة الصف الخليجي. فمن الأردن رحب عدد من البرلمانيين بإعلان السلطنة الانضمام إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة، معتبرين أن الخطوة العمانية تشكل دفعة قوية للتحالف الذي يسعى لاجتثاث الإرهاب الظلمي من جذوره من المنطقة الإسلامية، ويعكس حرصها الشديد على دعم الجهود الإسلامية في إطار العمل الجماعي داخل التحالف الإسلامي. ومن باكستان جاءت إشادة مجلس علماء باكستان بالإعلان العماني، حيث عدت الأمانة العامة لمجلس علماء باكستان في لاهور انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب خطوة مباركة من شأنها أن تعزز من قوة التحالف وترابطه، منوهة بالجهود التي بذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في انضمام سلطنة عمان لهذا التحالف. وبذلك يرتفع عدد الدول المشاركة في التحالف الإسلامي بقيادة المملكة إلى 41 دولة، وهي الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبنين وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والجابون وغينيا وفلسطين وجمهورية القمر الاتحادية، إضافة إلى قطر وكوديفوار والكويت ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن وأخيرا عمان.